اي حد بيكون جاي اندونيسيا علشان يفتح مطعم عربي، اول حاجه بتيجي في باله ان هو هيعمل مطعم كله مخصص للاكلات العربيه، يعمل مندي، شاورما، كشري، فلافل. بناء على الفكره دي هو بيقرر ان هو يفتح المطعم في مدينه فيها جاليه عربيه كبيره. المدن اللي فيها جاليه عربيه كبيره هي جاكرتا وبونشاك. وبيكتشف ان الايجار عالي، لان المكانين دول مليانين سياح، وبالتالي الايجارات بتكون عاليه. هو مش بيدفع بس ايجار المكان غالي، انما هو بيكون دافع اصلا اقامه مستثمر. لو هو جايب مراته واولاده بيكون برضه دافع لهم اقامه، لو الاولاد في مدارس بيكون دافع لهم مدارس، غير ايجار البيت، غير الديكور والعده اللي هيشتغل بيها والتجهيز بتاع المطبخ والدعايه طبعا. وعلشان المطعم عربي يبقى لازم شيف يكون يعرف يطبخ الاكلات العربيه. في الحاله دي بيكون عنده حلين: الحل الاولاني ان هو يجيب شيف عربي من دوله عربيه وهيضطر ان هو يعمل له اقامه وهتكلفه 1200 دولار، او ان هو يجيب شيف اندونيسي بشرط ان هو كان شغال في دولة عربية قبل كده وده مرتبه هيكون عالي. لما بيجي يبدأ يجهز المكونات اللي هيطبخ بيها بيكتشف ان بعض المكونات مش موجودة، زي بعض الخضروات او التوابل مش موجودة في السوق الاندونيسي، ولازم ان هو يجيبها مستوردة بسعر عالي. كل التكاليف دي بتحط عليه ضغط، وطبعا هو دافع كل الفلوس دي وعايز ربح، فبيضطر ان هو يعلي السعر. المشكلة التانية اللي بتقابله إن زي ما بونشاك وجاكرتا فيها عرب كتير، فيها مطاعم عربية كتير، ففي كمية منافسة كبيرة. لازم إن هو يقدم سعر أقل وجودة أعلى. ويعتبر السيناريو ده هو اللي بيحصل مع أغلب الناس اللي بتيجي تفتح مطاعم عربية في أندونيسيا وبتفشل. علشان ما تقعش في الأخطاء دي أنا هقول لك شوية نصايح هيساعدوك. أول حاجة، خلي تركيزك مع المواطنين مش مع السياح. لازم تقدم للمواطنين الحاجات اللي هم عايزينها. أنا عايزك تيجي أندونيسيا شهر تجرب جميع الأكلات. انسى ذوقك شوية وانسى حبك للأكل. لازم تجرب الأكل الأندونيسي، لازم تعرف الناس دي بتاكل إيه عشان تقدر تفهم ذوقهم إيه وأسعارهم إيه وتكلفة كل طبق كام. لما تعمل كده هتقدر تحدد إيه الأكلات الأندونيسية اللي ممكن إن هي تعجب العرب وتضيفها للقائمة بتاعت المطعم بتاعك، وايه الاكلات الاندونيسيه اللي ممكن ان احنا نغير فيها شويه بحيث ان هي تعجب العربي وتعجب الاندونيسي في نفس الوقت. الاندونيسيين بيحبوا الرز. الرز طبق اساسي في جميع الوجبات، فطار، غدا، عشاء، سحور، افطار رمضان، لازم الرز يكون موجود. الاندونيسي لو ما اكلش رز بيحس ان هو ما اكلش. حتى المطاعم الامريكيه زي كنتاكي ما بيقدموش عيش مع الفراخ بتاعتهم، انما بيقدموا رز. الشطة شيء أساسي عند الأندونيسيين، وبالتالي العميل الأندونيسي اللي هو هيجي ياكل في المطعم بتاعك هيحب إن هو ياكل الصلصة اللي هي اسمها سامبال، بتكون معمولة من الشطة، أكتر من إن أنت تقدم له طحينة أو سلطة خضراء أو أي نوع تاني من أنواع السلطات. لأن في منافسة كتير، وفعلا بونشاك فيها مطاعم عربية كتير وجاكرتا فيها مطاعم عربية كتير، فأنت حاول على قد ما تقدر إن أنت تبعد وتنقي منطقة ما يكونش فيها مطاعم عربية، أو يكون فيها عدد المطاعم العربية قليل. لما تعمل حساب المواطن وتعمل حساب السائح، القائمة بتاعة الطعام بتاعتك هتكون متنوعة. يعني انت قدم أكل أندونيسي، وقدم أكل عربي، وقدم أكل أندونيسي متعدل شوية بحيث ان هو يعجب الشخص العربي، وقدم أكل عربي متعدل شوية بحيث ان هو يعجب المواطن الأندونيسي. وبالطريقة دي هيكون الزبون اللي هيجي لك عنده أكتر من اختيار. لو هو عايز ياكل الأكل الأندونيسي الرخيص هيلاقي، لو هو عايز ياكل أكل عربي هيلاقي، لو هو عايز حاجة أندونيسية ولكن فيها طعم من الأكل العربي أو طريقة طبخ مختلفة عربية برضه هيلاقي. لأن أي شخص طبيعي هيحسبها بالفلوس. أنا دلوقتي لما أجي آكل رز وفراخ، ممكن أروح مطعم أندونيسي أدفع مبلغ قليل. ليه هروح آكل في مطعم عربي رز وفراخ وأدفع مبلغ عالي لمجرد فقط إن هو مقدمها لي بطريقة طبخ مختلفة؟ وبالتالي انت مش هتخلي المطعم عربي 100%، انما هيكون في جزء عربي وجزء اندونيسي عشان ترضى جميع الاذواق، والا هتعتمد على السياح والعرب بالذات والاندونيسيين اللي هم مقدرتهم المالية يقدروا ان هم يدفعوا مبلغ عالي من اسرة مثلا مكونة من 4 افراد علشان ياكلوا في المطعم بتاعك. فانت هتعتمد على الاكلات العربيه اللي ممكن ان انت تجيب مكوناتها من جوه اندونيسيا، مش هتضطر تدفع فيها مبلغ عالي، وممكن اي شيف اندونيسي يتعلمها لان طريقه الاكل بسيطه. لان هدفك النهائي ان كل الناس عرب واندونيسيين واجانب يحبوا الاكل عندك. لازم جوده الاكل تكون عاليه والسعر يكون رخيص، وفي نفس الوقت تقدر تحقق ربح.
ادرس السوق كويس، خليك واقعي، لازم تعرف الناس دي بتحب تاكل ايه عشان تقدر ان انت تفهم ذوقهم وترضي الجميع. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا بالفيديو، اشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.